ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالمسلمين في يوم، بيقول سمع الله لمن حمده، فسمع صحابي بيقول يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. بعد النبي ما سلم التسليمتين قال من الذي قال هذه الكلمة؟ الرجل خاف ان تكون المسألة فيها مخالفة لسنة النبي، فالنبي قال من الذي قال هذه الكلمة؟ قال له انا يا رسول الله. قال له لقد رأيت اكثر من 30 ملكا من ملائكة الرحمن يتبادرون لكتابة ثوابها، فقال لهم الله اكتبوها كما هي، فاذا لقيني عبدي وفيته بها.